هذاك الليله كنت صايق وجات الطريق كيف العاده، ولكن غير وصل لديك البلاصه اللي تيقولوا عليها مسكونه، البيكو وقفات بوحدها. السلام عليكم الاخوان، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو هذا وانتم في احسن الاحوال، وبغيت نقول لكم شكرا من القلب لكاع الخوت والخواتات اللي كيخليو لي كومونتيرات زوينه. اش غادي نقول لكم؟ كلمه شكرا راه قليله بزاف في حقكم. وبالنسبه للناس اللي كيشوفوني اول مره، مرحبا بكم، وما نساش واحد ابوني باش نكبروا هذه العائله كاملين ان شاء الله. ما نطولش عليكم اكثر، ويلا نبداو القصه ديالنا. سيداتي وسادتي، تستمعون الآن إلى قناة ما تدورش موراك. إذا كنتم من محبي الرعب والغموض فأنتم الآن في المكان الصحيح. سميتي حامد، العمر ديالي 35 عام، شاب مغربي من أيها الناس، خدام فواحد الخدمة اللي بسيطة ولكن فيها ثمرة ديال بصح. خدمتي شيفور وعندي واحد البيكو بيضة وعزيز عليا بزاف بحال عينيا وديما كنتهلا فيها. وكيفاش ما غاديش نتهلا فيها وهي السبب بعد الله عز وجل باش نصوروا طريف ديال الخبز. الخدمه ديالي هي كنهز الدجاج من الفرمات الكبار من النواحي ديال تارودانت وكنوصلهم من المحلات والاسواق في تيزنيت وسيدي افني. وهذه سنين وانا في هذه الحرفه، داكشي علاش حفظت جميع الطرقان والبيستات كامل، حفظتهم وشربتهم بحال الماء. وبحكم السلعه اللي كنهز، الدجاج ما كيبغيش الحراره بزاف، وعاد راكم عارفين الاخوان الحراره اللي كتكون في سوس بالنهار كتكون طالعه بزاف. داكشي علاش الخدمه ديالي كامله بالليل. كتعجبني الخدمه ديال الليل، تيكون فيها الهدوء والسكينه والجو مبرد والطريق خاويه وما كاين لا طوموبيلات لا زحام لا حتى شي حاجه. وديما كنطلق راديو مع السيراساتي وكنمشي مدندان مع الطريق. ولكن كيف ما تيقولوا سيدنا الوالا، الليل راه عندهم ماليه. الشيافر القدام ديال الكاميوات والبيكوبات ديما كيعاودوا لنا شي قصص اللي تيخلعوا على الطرقه المقطوعه. ولكن انا بحكم الشباب والزعامه كنت كنعتبر هذا الشيء هذا غير هضره خاويه ديال الشيابان والخرافات كنتسلاو بها ملي تيكونوا جالسين في القهوه ما عندهم ما يدار باش كيدوزوا الوقت وصافي. وواحد النهار كنت جالس في واحد القهوه شعبيه. هاد القهوه كانت جايه على الجنب ديال الطريق، والاغلبيه الناس اللي تيجلسوا فيها كاملين غير الشيافر بيناتنا. قهوة شعبية على قد الحال، وديما عطيه منها الريحة ديال النعناع والريحة ديال الشيبة. أما الريحة ديال الكارو ما نهضروش عليها، الريحة ديال الكارو ديما مغطية البلاصة. مشيت لديك القهوة وجلست مع شي شيافر كنعرفهم، وكان بيناتهم واحد السيد سميتو بوشعيب. وهاد بوشعيب واحد الراجل كبير في العمر وتقاعد من الخدمة، وهو شيفور قديم ديال الكاميو، ودوز حياته كامله في السوقان ديال الكاميوات، وكان تيعرف دوك المناطق كاملين شبر بشبر. وسبحان الله العظيم كلشي كيحتارمو وكلشي كيوقرو، حيت هو راجل كبير وفي مثابه الاب ديالنا. وبوشعيب ديك الليله كان تيعاود لنا على واحد الجبل اللي جات واحد الطريق مختصره، وحنا ديك الطريق ديما كندوزو منها باش كنربحوا الوقت. وديك البلاصه جات غير الخلا والقفار، والناس ديال المنطقه سماو داك الجبل جبل السدره. والاغلبيه ديال الدواور اللي كاينين تما كيتجنبوا انهم يدوزوا من ديك البلاصه، حتى لما تيقولوا ان ديك البلاصه مسكونه وفيها شي حاجه ماشي هي هذيك. وعمي بوشعيب جبد ديك التسبيح ديالو من جيبو وبقى كيسبح وكيعاود لنا غير بشويه، وحنا كاملين عاطين الودن كنصنتوا ليه. وقال لي شنو غادي نقول لك اولدي يا حميد، انت ديما كتخرج بالليل باش كترزق الله، وانا عارفك كدوز من ديك الطريق. واسمعني شنو غادي نقول لك مزيان، ديك الطريق اللي فيها جبل السدره، ديك الطريق عاوتاني راه ما معاش الملاغه، راه بزاف ديال الناس دازوا من تما وتعاودوا لنا انهم بعض المرات كيشوفوا العافيه شاعله في الراس ديال الجبل، بعض المرات كيسمعوا الغوات، بعض المرات كيسمعوا الصوت ديال البنادر كيطبلوا تما. يعني كل مره الناس كيسمعوا تما شي حاجه غريبه في نص الليل. وشحال من واحد جا الفضول وبغى يمشي لتما ويعرف شنو كاين، ولكن في الاخر يا اما كيرجع حماق يا اما كيرجع مسطي، وكيرجع عند عائلته وبنادم كيهلوس وكيخربق وتيقول انه طلع لتما وحضر العرس ديال الجنون. انا ضحكت على هضرته وقلت له اش غنقول لك عمي بوشعيب، راه واقيلا ديك الطابله المدرحه اللي كتشمها بالنهار وبالليل هي اللي كتاثر عليك وكتخليك تسمع شي حاجه ما كايناش. وقلت والله يهديك عمي بوشعيب، راه حنا زعما دابا في القرن 21 والتكنولوجيا ولات في كل بلاصه، وهذا الجيل هذا هاد الخرافات هادو راه مابقاش واكلين معاه. ونزيدك انا سيدي دائما كنمشي من ديك الطريق هذيك بالليل وبالنهار، وما عمري ما شفت شي حاجه ماشي هي هذيك. الدراري اللي كانوا جالسين معانا بقاو كيضحكوا، ولكن عمي بوشعيب بقى كيشوف فيا واحد الشوفه اللي جديه وقال لي
مازال ليا ما تبين لك اولدي، واسمعني شنو غادي نقول لك مزيان. حنا ولدي هادشي اللي قلنا عليكم راه تنقولوا لكم من باب النصيحه باش توعيو راسكم وتكونوا على بال. اما حنا دوزنا الايام ديالنا واللي عطا الله عطاه. نوصيك بحاجه وحده، الا جاب الله شي نهار كنتي دايز من تما وقع الواقع ولا جابتك الظروف انك وصلتي ديك البلاصه، نوصيك وانت دايز من تما وخيب لك تما شي ضو ولا تسمع شي حاجه عندك توقف، حيت ولدي راه طريقنا ماشي هي طريقهم. انا ما ديتهاش في هدرتو، كملت كاس ديالي ديال اتاي وكيف العاده انا توكلت على الله ومشيت في حالي. دازوا الايام، واحد الليله كان عندي واحد الكوموند اللي كبير ومهم. المهم مشيت للفيرما، شارجيت البيكو بصنادق ديال الدجاج ومشيت درت المازوط وتحركت مع ديك 8 ديال الليل. الطريق كانت طويله وخاصني نوصل لتيزنيت مع ديك 2 ديال الصباح باش ننزل سلعه لماليها. توكلت على الله، طلعت الطوموبيل وديماريت وشدت الطريق وكيف العاده طلقت الرويدو ديالي باش يونسني، وكانت الامور كامله عاديه وكل شيء هو هذاك. بقيت غادي حتى وصلت لواحد البلاصه اللي فيها 2 ديال الطرقان. كاين الطريق الرئيسي اللي كان قدامكم مباشره ولا مشيت معاه غادي نتعطل بزاف، وكاين واحد الطريق ديال البيست على اليمين. هذاك الطريق ديال البيست كينقص عليك بزاف ديال الوقت، ولكن الا دزت من داك الطريق ديال البيست ضروري خاصني ندوز من قدام الجبل ديال السدره اللي كنهضر ليا عليه عمي بوشعيب. وكيف العاده بما ان اخوكم بطال وصعصع وما كنخافش وفيها الزعامه بزاف واصلا ما كامنش بهذا الشيء، قلت علاش غنمشي لديك الطريق كامله طويله عليا وفوقاش غادي نوصل؟ قلت من الاحسن نمشي لديك الطريق اللي مختصره ونقص عليا بزاف ديال الوقت ونوصل بكري ونرتاح. وداك الشيء اللي كان، وركت على الكسيراتور ودخلت مع ديك البيست اللي مختصره. وغير دخلت مع ديك البيست شنو غادي نقول لكم الاخوان مع الدخله، اول حاجه بلي بعد الظلام بحال كتر بزاف، ما بقاش داك الظلام الاول اللي كان، بحال الظلام رجع كحل اكثر من القياس، ما بقى كيبان حتى شي حاجه. وزيد عليها جاتني واحد التقليقه اللي في شكل وتا النفس ديالي حسيت بها بحال ضيقت عليا. اما حبيبنا الراديو زعما اللي عول عليه ونسني في الطريق مع الدخله ولا كيتشوش وبقى كيدير شي اصوات اللي مخرمزين وما بقاش شاد حتى شي اذاعه ولا في غير داك الصوت ديال الدشاش اللي كيبرزط الودنين. صافي طفيت الراديو باش ما بقاش مبرزطني في راسي وبقيت شاد الطريق وسط داك السكات والظلام وما كنسمع حتى شي حاجه من غير الصوت ديال الموتور والصوت ديال الدجاج اللي تيقاقع اللور مره. الساعه وصلت 11:30 ديال الليل وداك الجبل بدا كيبان ليا شويه. اش غنقول لكم، داك الجبل كان كبير بزاف وكيبان كامل مظلم، وسبحان الله العظيم شحال ما كنت نقرب ليه كنت كنحس بالغمه كتنزل ليا على قلبي. ما عرفتش كيفاش غادي نوصفها لكم، ولكن كتحس بواحد الاحساس اللي خايب بحال هكا، كتحس بحال الغمه وصافي. ولكن كنت كنصبر راسي وكنقول راه غير العيا وتماره والسوقان هما السبب في هادشي كامل. وشويه طاحت عيني على الطابلو ديال البيكوب، داك الابره ديال السخونيه بقات غاديه وكتطلع بشويه. بقيت كنشوف فيها وانا مستغرب وشنو واقع. انا البيكوب ديالي كنعرفها مزيان وقبل ما نتحرك راني درت ليها الزيت ودرت ليها الماء، واصلا انا كاع ما كنفوت بها السرعه القانونيه. وبقيت كنشوف فيها الابره بقات طالعه بشويه وصلت حتى النص وفات النص وبقات غاديه الجهه ديال الشرطه الحمراء. وقلت يا ربي السلامه، ما لقيتش هذا فوقاش وقع ليا غير في هذه الخلا. انا حاولت نقسم السرعه باش الموتور يبرد واحد شويه ولكن والو بلا فايده. السخونيه غير ما زادت طلعات وبان لي الدخان بدا طالع من الجهه ديال الكابو. وديك الساعه بزز مني كان خاصني نوقف الطوموبيل، ما عندي ما ندير. شنو غادي ندير؟ خليها تشوط؟ صافي زيرت اليمين وخليتها توقفت على خاطرها وحبستها وفوت امري الله. والمصيبه الكبيره انني وقفت مباشره قدام الجبل اللي قال لي عليه عمي بوشعيب. سكت الموتور وهبطت من البيكوب وكان سكات، واحد السكات اللي كيجيب لك التبوريشه. وتخيل معايا انت بوحديتك في الخلا وصدق الصوت ديال الكلاب اللي كنسمعوهم تنبحوا في الخلا ما كانوش، كنقول لكم سكات، كان غير انا والطوموبيل ديالي اللي ساكته. وحتى دوك الدجاجات بنات الحرام اللي ديما كيقاقيو وكيونسوني كانوا ساكتين كاملين. ما عرفتش علاش داروا هاد الحركه هادي، بحال كانوا خايفين من شي حاجه. جبت واحد البيل كان عندي، فتحت الكابو ديال الطوموبيل باش نشوف من جايه السخونيه. قلبت الرادياتور لقيت مازال فيه الماء وما تيقطر ما حتى شي حاجه. قلبت الكروه لقيتها في بلاصتها، كلشي راكب كلشي هذاك وكل حاجه بلاصتها، ولكن الموتور سخون كيشوط وما كاينش شي سبب منطقي ولا ميكانيكي اللي يخليه يكون سخون بهذه الطريقه.
رجعت ركبت في الطوموبيل ودورت الكونتاك باش ما ربما ديماري ويديها الله، ولكن والو، والله ما بغات تحرك من بلاصتها. صافي الطوموبيل سكتات بصفه نهائيه، اما السخونيه كانت غير ما كتزيد وتطلع اكثر. ضربت يدي مع الفولون وقلت وليني مصيبه كحل هادي طحت فيها هاد الليله. شكون دابا اللي غادي يعتقني وشكون اللي غادي يشوفني اصلا في هاد الخلاف نصاصه الليل؟ وبقيت جالس تقريبا شي نص ساعه وكان سكات وما كتبان حتى شي حاجه، غير الظلام داير بيا من كل جهه. وواحد شويه كيبان لي واحد الضو ديال الطوموبيل جاي من البعيد غادي وتيقرب. انا ديك الساعه ما قداتني فرحه، فرحت بزاف ونقص من بلاصتي وخرجت كنجري للشانطي ووقفت بجنب الطريق وبقيت كنشير بيدي وكنتسنى غير امتى ديك الطوموبيل غادي توصل. الطوموبيل قربات، كانت واحد الطوموبيل مرسيدس 240 قديمه ومصديه. من قربت الطوموبيل حدايا هبط الزاج، كنشوف فيها لقيت واحد الراجل اللي كبير في العمر، شوي بيني تكون عنده واحد 70 عام 75 عام، وكان لابس واحد جليبه وراكب في الطوموبيل ديالو كيشوف فيا. وهضرت معاه وانا كنهج وفرحان وقلت له انا مزاوق عمي انا ما عتقني، راه الطوموبيل ديالي وقفات ليا، السخونيه طلعت لها بزاف وطحت اونبان هنا وما عرفت شنو غادي ندير، انا مزاوق فيك عمي انا ما خرجني من هاد البلاصه هادي. الشيباني ما شافش البيكوب ودار فيا واحد الشوفه اللي ماشي عاديه، واحد الشوفه اللي دار فيا ما عمري غادي ننساها حياتي كامله. راجل شاف فيا وكان مخلوع بحال شاف الموت بعينيه ولا ما عرف شنو هو شاف، وعينيه كانوا ما زاقينش، كان كيشوف فيا وكيحاول يشوف جبل اللي مورايا وهو خايف. شاف فيا وما ردش عليا السلام وقال لي بواحد الصوت اللي كيرجف وقال لي رد البال وعندك تشوف داك الجبل. انا استغربت من هضرته وبغيت نسولو باش يشرح لي شنو كاين. ساعه زاد كمل عليا بواحد الجمله واحده اخرى اللي جابت لي التمام، قال لي اسمح لي ودي ما نقدرش نعاونك والله اعلم واش انت منا ولا منهم. يلا بغيت نستوعب الهضره ديالو وشنو تيقول هاد الشيباني وشنو تيخربق عليا. السيد في البلاصه طلع الزاج ديال الطوموبيل عفط على الاكسيراتور فن ما عقلش عليا. السيد هرب وخليني واقف تما وسط داك الظلام. بقيت واقف تما وانا مصدوم في بلاصتي والله ما فاهم شي زفتها. صافي طلعت الطوموبيل ديالي سديت عليا الباب وبقيت جالس وكنفكر، والهضره ديال الشيباني بقات كدور ليا في راسي وكتعاود. كيفاش الله اعلم واش انت منا ولا منهم، شكون هما هادو وشنو كيقصد. تلفت كنشوف داك الجبل وديك الساعه بان لي واحد الضو اللي غريب، وواحد الضو اللي كان في شي شكل. كانوا بزاف ديال البقع ديال الضو وكانوا كيتحركوا كاملين في دقه وحده بواحد الطريقه اللي منظمه. كان واحد الصوت خافت بزاف يلاه كيتسمع وكان جاي مع الريح، ومن بعد الصوت رجع واضح وليت كنسمع الصوت ديال البنادر وصوت ديال الطبوله وصوت ديال الزغاريد ديال العيالات وصوت بحال شكل ديال الاحواش. كان الصوت بالضبط بحال كاين شي عرس كبير فوق داك الجبل. بقيت سد عليا في داك البيكوب وانا كنترعد بالخوف والبرد، وعينيا كانوا فيكسين مباشره على داك الجبل المظلم. هذاك الضوء اللي كان في الاول خفيف مع الوقت بدا تيقرب وكيوضح، وما بقاش غير ضوء عشوائي ولا بحال غادي نقولوا واحد الحلقه مصوبه بواحد النقط ديال العافيه، بحال شي واحد حاطهم تما ومستفهم بالعبار. والصوت ديال الدقان والبنادر والصوت ديال الناقوس السوسي بقى غادي وكيجهد، والصوت اللي كنسمعو بكل وضوح. وبقيت كنحاول نقنع راسي ونبرد على راسي وقلت حميد وقيل الريح راه كيضرب في الجبل، ومع الجبل فيه الحجر ملي كيدوز منه بحال كيصفر وكتلق بحال هاد الاصوات هادي. ولا يقدر اسيديكم بصح كاين تما شي عرس، يكون شي دوار كاين مورا الجبل هذا ودايرين تما شي عرس وناشطين. راك عارف الناس ديال سوس عزيز عليهم نشاط واحواش. والشيطان بدا كيلعب ليا في راسي وكيزين ليا ديك الفكره باش نخرج. جبت التليفون ديالي بغيت نعيط للباترون ديالي ولا شي ديباناج يجيو عندي يعتقوني، ولكن الريزو ما كاينش في مره. وتخيلوا معايا ديك المكالمه ديال الطوارئ والله ما بغات تدوز. وفي ديك اللحظه حسيت براسي بانني وليت معزول على العالم. الموتور ديال الطوموبيل راه سخون كيشوط ومستحيل نقدر نتحرك بها وهي في ديك الحاله حتى يبرد الموتور ونديرو شويه د الماء. ومنين غنجيب هاد الماء؟ القرعه الماء اللي كانت عندي كان فيه غير واحد شويه ديال الماء يلاه يكفيني باش نشربو. وديك الساعه بان لي الحل الوحيد اللي عندي هو نمشي عندك الناس اللي كاينين تما اللي كاينين داير داك العسل مع شنو داكشي فوق الجبل،
نمشي لعندهم ونسلم عليهم وندير معاهم الصواب ونشوف ما ربما يعطيوني شي بوديزه ديال الماء نكبها في الرادياتور، ونيت نسولهم الا كان تما شي واحد فيهم عنده شي تليفون فيه الريزو يعطيني ندوز مكالمه للديباناج ونعتق راسي. ونسيت التحذيرات ديال عمي بوشعيب في ديك اللحظه هذيك، كلشي تمسح ليا من دماغي بسبب داك الياس اللي تحطيت فيه. فتحت الباب ديال البيكوب شويه، خرجت منها وسديت الباب، وفاش جيت نسد الباب ضربت واحد الطليله على القفوزه ديال الدجاج اللي كاين اللور في البيكوب. ومن شفت كان واحد المنظر اللي زاد خربقني حتى هو، ما نكذبش عليكم. دابا الدجاج في الطبيعه ديالو فاش تيكونوا مجموعين تيكونوا بحال نقولوا كيهضروا بحال اللغه ديال بنادم، تيكونوا كيقاقيو وكيفرفروا وكيديروا النشاط. لكن الدجاج كان كامل ساقل وكامل منبدها، وكانوا محشيين في القناص ديال الصنادق، ما عرفتش علاه، بحال كانوا خايفين وملبدين وكاملين جالسين في الارض بحال ميتين ومغطين الروس ديالهم بجناوح ديالهم. الصراحه داك السكات ديالهم وداك المنظر بالضبط حتى هو زاد كمل عليا. صافي توكلت على الله، شعل داك البيل اللي كان عندي وبقيت غادي. وانا في النيه ديالي كنت باغي نقرب غير واحد شويه تحت داك الجبل ونبقى نعيط عليه، يعني ما كنتش ناوي نطلع لعندهم اصلا. وبقيت غادي 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 تقريبا واحد 50 متر شويه. داك البيل اللي هزو في يدي الضو ديالو بدا كيرفرف، بدا كيشعل كيطفى كيشعل كيطفى، بحال بغيتي تقول الحجره ديالو تسالات. المهم بقى كيترعى الضو ديالو وفي الاخر هو طفى بمره. ايوا وخوكم بقى جالس في وسط داك الظلام وما كنشوف حتى شي زفته من غير داك الضو ديال العافيه اللي كاين في الراس ديال الجبل. وقفت بلاصتي وبقيت كنضرب في داك البيل ما ربما يرجع يخدم. وديك الساعه غنسمع واحد الحاجه اللي خلات الدم يجمد في عروقي. كنت غادي وملي وقفت على غبله باش نضرب على البيل سمعت الصوت ديال الخطوات مورايا. يعني بحال اش غنوصف ليكم، بحال كان شي واحد تابعني من اللور، انا غادي هو تابعني، انا غادي هو تابعني. وفاش وقفت ما كانش متوقع انني غادي نوقف، يعني انا من وقفت هو ضرب جوج خطوات عاد وقف، وديك الساعه دوك الخطوات انا سمعتهم. قلبي كان غادي يسكت بالخلعه، تلفت بالزربه مورايا ولكن ما لقيت حتى شي حاجه. ولكن ملي هبطت عينيا الارض واخا كان الظلام بان لي بحال التراب محفور فيه بزاف ديال الزطامي ديال الرجلين، بحال بغيتي تقول شي قبيله ديال الناس دازو من ديك البلاصه. انا تخلعت بزاف وبغيت نرجع للبيكوب ديالي، تلفت كنشوف فيها الطوموبيل ما كايناش، والله ما كان الاثر ديالها. طوموبيل غبرات وانا متاكد انا ما بعدتش عليها بزاف، يعني واخا بعد شحال ما بعد راه كيبقى الظل ديالها كيبان ليا في الشانطي. صافي دخل معايا الماضي وشدتني الخلعه وبقيت كنتنفس بصعوبه. ديك الساعه بغيت نهرب في حالي ولكن الرجلين ديالي تخشبوا عليا. وسط هادشي كامل داك الصوت ديال العرس اللي كان فوق الجبل، حسيت بالصوت بحال كيقرب لعندي. الصوت وانا مجهد بزاف بحال داك العرس هزيتيه كامل وقربتيه لعندي. ونزيدكم ما بقاش غير الصوت ديال العرس، وليت كنشم حتى واحد الريحه اللي كانت مجهده بحال الريحه ديال شي بخور ولا ديال شي حاجه كتحرق ولا الله اعلم. المهم ديك الريحه كانت خانزه بزاف ومجهده لواحد الدرجه اللي ما تقدرش تصبر عليها، حتى الراس ديالي ضاق عليا. وديك الساعه بلا ما نحس بديت طالع الجهه ديال الجبل، اقسم بالله الا بحال كان شي قوه خفيه كتطلعني. ما حسيتش براسي حتى لقيتني طالع في الجبل وكنتعلق في الحجر وكنت مسلوب الاراده بحال منوم مغناطيسيا. وكل ما طلعت كتر كنسمع الصوت ديال الهمهمه ديال الناس كيهضروا بزاف ديال الناس، هي الهضره ما كانش مفهومه، بحال نقولوا بحال ما كتكون في شي عرس ولا شي بلاصه عامره بزاف كنسمع داك بحال هكا، ما كنسمع حتى شي حاجه غير تهمهم. ولكن وسط داك الشيء كامل سمعت واحد الهضره اللي كانت واضحه، واحد الهضره اللي كانت غادي تسكت ليا القلب. قسما بالله الاخوان الا سمعت في ودني نصريه باللغه العربيه الفصحى شي واحد قال لي تفضل. تسمرت في بلاصتي وطيحت البيل يدي بالخلعه وبقيت كندور على اليمين كندور على اليسار كنقلب هذا الصوت هذا من جاي، ولكن والله ما كان شي واحد والدنيا خاويه كتصفر. كملت الطلعه ديالي وانا كنهج بالخلعه والخوف. ومهم بقيت طالع حتى كنوصل لواحد البلاصه اللي كانت مواطيه، يعني هي في طلعه الجبل بحال نقولوا شي دريجه هي مواطيه بحال هكا. وصلت ديك البلاصه تحت الركابيه وبقيت كنصوت بزاف حيت كنت عييت، قلت نرد غير النفس بعدا ونكمل. ومن هزيت راسي ديك الساعه شفتو، كان واحد الراجل كان طويل بزاف وكان لابس واحد السلهام بيض، وداك السلهام ديالو
كان داك البياض اللي فيه كيبان ناصع وسط ديك الظلام، وكان داك الراجل واقف وعاطيني بالدار، ولكن ملي حس بيا قربت ليه ضرب الزربه وتلفت شاف فيا. الملامح ديالو كانت عاديه جدا وما فيها حتى شي حاجه كتخلع، بالعكس الراجل كان كيشوف فيا ومبتسم، واحد الابتسامه اللي هاديه. وديك الساعه مد ليا يديه باش يعاوني نوقف ونكمل الطلعه. انا ترددت قبل ما نعطيه يدي، وعقلي تيقول لي عندك سلم عليه ولا تشدو في يدو، ولكن الجسم ديال الاخوان ما كانش مطاوعني نهائيا، وبلا ما نحس مديت يدي وشديت ليه في يدو. وهنا غادي نقول لكم واحد الحاجه الاخوان، داك الملمس ديال يدو ما عمري في حياتي ما غادي ننساه. كيفاش غنوصفو ليكم؟ يدو ما كانش ديال بنادم، يدو ما كانت لا سخونه لا بارده، ما كانش حرشه وما كانش رطبه، بحال الا شاد فشي حاجه اللي خاويه، ولكن في نفس الوقت كانت يدو قاصحه بحال الحديد. وغير قص يدي مع يديه حسيت بواحد التبوريجه طلعت لي من يدي حتى لراسي، وغير وقفت ذاك الراجل طلق لي من يديا وبدا طالع قدامي في الجبل. ولكن سيدي طالع بواحد السرعه ماشي طبيعيه. كنشوف في الراجل كان طالع بواحد السهوله اللي غريبه، بحال تقول الراجل طالع فوق الزربيه ماشي فوق الحجر ماضي. وخوكم كنت كنتعافر باش نلحق عليه، واخا ربي اللي عالم بيا وصحيح على قد الحال، ولكن ما كنتش باغي يبعد عليا بزاف ونبقى بوحدي في ديك الظلمه. وديك الساعه غادي نلاحظ واحد الحاجه اللي غريبه. تخيلوا معايا الاخوان، شحال ما كنت كنحاول نزرب باش نلحق عليه في المشيه، مستحيل انني نوصل ليه. يعني كانت بيناتنا واحد المسافه، يعني نقدروا نقولوا مثلا واحد 10 متر ولا 8 متر بيني وبينه. وهذيك المسافه اللي بيني وبينه واخا عييت ما نطير عييت ما نجري، نفس المسافه بحال هكا، نفس المسافه ما كتبدلش. واخا نعيا نطير ديما سابقني هو. وهذا الشيء هذا اللي وقف لي الدماغ ديالي، وقلت عباد الله واش انا كنحلم واش هادشي بصح، واصلا واش هذا بنادم ولا شنو هو هذا؟ راه ما كاينش شي واحد بشر بحالنا عنده جوج ديال الرجلين كيمشي بهاد السرعه هادي في الجبل. وداك الراجل كان غادي في داك الجبل طالع، ولكن قسما بالله من مد ليا يديه وتم طالع قدامي، من ديك الساعه ما ولاش دار شاف موراه بصفه نهائيه، بحال السيد كان متاكد ومتيقن بانني تابعه من اللور. صافي بقينا طالعين حتى وصلنا لواحد الحجره اللي كانت كبيره في الراس ديال الجبل. وداك الراجل مول السلام في البلاصه غير قرب لديك الحجره مشى بالزربه وطار موراها. انا بقيت كنزرب في الخطوات باش نلحق عليه، وغير وصلت لديك الحجره وطليت عليها الراجل غبر لي الاثار بحال عمرو ما كان. ولكن داك الشيء اللي غادي نشوف مور الحجره ونساني في الراجل ونساني في الطوموبيل ونساني في الجبل، وخلاني نعرف وخلاني نتاكد بلي انا بصح دخلت واحد العالم اللي محال واش غنعرف نخرج منه. امور ديك الحجره لقيت واحد الساحه كبيره ومواطيه، كانت بحال محفوره باليد. المنظر ديالها كان كيجيب الرهبه والخوف. ساحه كبيره وعامره بالناس، نقدروا نقولوا كانوا فيها مئات ديال البشر، كانوا دايرين واحد الحلقه اللي كبيره وفي الوسط شاعل العافيه. وديك العافيه هي اللي كنت كنشوفها انا قبل ما نطلع للجبل. اما الرحله ديال داك مولاي بخور كانت كتخنق لدرجه انني كنت غادي نرد داك الشيء اللي في كرشي. هو الصراحه كان عرس اسطوري، واحد الزربيه حمراء كبيره مفرشينها تما، وواحد بلاطوات كبار ديال النحاس ومنقوشين، وكانوا عامرين بواحد الحلويات وواحد الفواكه اللي ما عمري ما شفت بحالها. واللي خلاني هما هاد الناس العيالات كانوا ضاربين واحد كاشط قدام، واحد القفاطن بحال تقول داك الستيل ديال الخمسينات الستينات، واحد الستيل ضاربين واحد الزواق اللي مابقاش كتخدم في الزمان ديالنا. اما الرجال كاملين اما ضاربين جلالب اما لابسين سلاهم بويض، ولتحت كانوا كاملين ضاربين السروال ديال القندريسه. هي الملامح ديالهم كانت كتشبه لينا عاديه، ولكن فاش كتشوف فيهم مزيان وكتطول فيهم الشوفه كتحس بلي كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. وملي بقيت كنلاحظ فيهم انا مزيان شفت عينيهم كانوا كيلمعوا في الظلام، كانوا العينين ديالهم بحال العينين ديال المشاش. وغير دخلت لعندهم وقع السكات في الساحه وكاملين ضربوا الطم وداروا بقى كيشوفوا فيا. انا تخلعت وما عرفت ما ندير، وبقيت كنبرق بعويناتي. والحمد لله جا عندي واحد الراجل منهم، واحد الراجل اللي كانت باينه فيه مشوري والوجه ديالو بشوش، جا عندي سلم عليا
وقال لي مرحبا بك السي حامد، نهار كبير هذا ملي زرتينا، الدار راها دارك. انا ديك الساعه تخلعت، كيفاش هذا عرفني وكيفاش عرف سميتي، واصلا شنو كيديروا هاد الناس كاملين فوق هذا الراس ديال هاد الجبل اللي ما فيه حتى شي قطره ديال الماء، حيت الا كان شي واحد كيفكر بعقلو راه مستحيل يطلع يسكن فوق الراس ديال الجبل. جارني داك الراجل من يدي وداني جلسني على واحد الطبله اللي عامره بكل ما لذ وطاب، جاب لي واحد البراد ديال اتاي وحطوا لي طبسيل ديال اللحم. خوكم كان فيا الهيمري ديال الجوع وميت بالعطش، بغيت ناكل ولكن تفكرت الهضره اللي كانوا قالوا لي الشيافر، وكانوا وصاوني وقالوا لي عندك ثم عندك تاكل من الماكله ديالهم، راك الا كليتي الماكله ديالهم غتولي واحد منهم. بقيت جالس وكنشوف ديك الماكله وما عرفت ما ندير، وداك الراجل اللي جلسني وبقى تيقول لي كول كول كل راه الطريق طويله والليل عاد بدا. انا كنت كنعتذر ليه وكنقول والله جزاك بخير، لك كثر خيرك، شكرا بزاف، اقسم بالله راه المعده ديالي كضرني ما قادرش ناكل، الله يعطيك الخير. ولكن داك الراجل بدا كيشوف فيا بحال كان عايق بيا انني تنكذب عليه وكنتهرب باش ما ناكلش، وشويه بدا الضرب في الطبوله عاوتاني والصوت ديال الناقوس، ولكن هاد المره الموسيقى كانت مجهده بزاف لدرجات كنت كنحس بالارض كتزعزع بيا. وناضوا واحد 4 ديال الرجال باش حتى هما يديروا ديك الاحواش ديالهم، كانوا كيديروا شي حركات اللي غريبه وكانوا كيتحركوا بواحد السرعه اللي ماشي طبيعيه وماشي ديال البشر، والعيالات ديالهم بدا كيزغرتوا بالجهد لدرجات كانوا غيتقبوا لي الطبل ديال ودني. وسط هاد الهرج كامل دورت عينيا كيبان لي واحد الشيباني جالس في واحد القنص، كان جالس وضرب جلابه، وبقيت كنشوف فيه تورق ليا. هاد السيد هذا الوجه ديالو ما غريبش عليا، ومن برقت فيه مزيان كان هو نفس داك الشيباني مول 240 اللي قال لي عندك تطلع للجبل. كان جالس ومكمش وخايف وشد في يديه بحال واحد الفاكهه كحله ما عرفتش شنو هي صراحه، اول مره غادي نشوفها. كان شادها وكياكل منها وكان كحوليه معمره ليه فمه، وغير شافني شفت فيه بقى كيدير لي بحال تيقول لي اسكت وما تهضرش. وفي ديك الساعه جا عندي واحد الراجل ما عرفتوش من خرج ليا، جا عندي واز في ديك كاس ديال القهوه مدولي وقال لي هاك شرب، هذا راه سميتو كاس ديال العس، وإلا ما شربتيه ما تلوم غير راسك. حسيت بالخوف بدا كيدخل معايا، ودوك الناس اللي تما كاملين سكتوا ووقفوا وبداو كيشوفوا فيا، وما بقيت كنلاحظ فيهم العينين ديالهم ما بقاوش عاديين كاملين، عينيهم بقاو كيضيقوا ولاو صغيورين. انا مع الخلعه ما لقيت ما ندير، هزيت داك الكاس ديال القهوه بيدي وقربت لفمي وانا كنرجف، وفي ديك اللحظه ما كتجي لك عيني غير على رجلين هذاك الراجل اللي عطاني الكاس. وما تصوروش الاخوان شنو لقيت، رجليه ما كانوش رجلين ديال بنادم وما كانوش حتى رجلين ديال الحمار، رجليه كانوا رجلين ديال الكلب كوحل وكانوا كاملين مزخبين. دورت عينيا الجهه ديال الشيباني مول مرسيدس وكان مازال كيدير ليا بيدو هكا وتيقول لي اسكت، وقلت له مع راسي انت غيموت موتك احسن من حياتك وما عرفتش اصلا شنو كدير هنا. ومن بعد بديت كنسمع شي اصوات اللي غريبه، وسمعت واحد الصوت بالضبط بحال الصوت ديال الوالده، وكان تيقول لي حميد فين غادي ولدي، اجي اعتقني حميد. صافي بقى لي شويه وغادي نحماق، وتما عرفت وتاكدت انني بقيت تما دقيقه وحده ما عمري ما غنرجع للبيكوب ديالي. فاش شفت داك الراجل عنده رجلين ديال الكلب مزغبين تلفت والدنيا دارت بيا وما عرفت ما ندير. هزيت داك الكاس ديال القهوه قربت لفمي وكنت كنترعد وبغيت نوهمهم انني كنشرب القهوه، وبالزربه وبلا ما يردوا البال كبيته في الارض وحطيت حدايا الكاس. وديك الساعه الجو تبدل، دوك الزغاريت ديال العيالات رجعوا غوات ما بقاوش زغاريت، وداك الصوت ديال الطبل كان كيتكلم بحال الرعد. ناضوا واحد 4 ديال الرجال وبغاو يديروا داك الحوايج ديالهم وبقاو كيدوروا في واحد الدائره، وديك الدائره كانت كتوسع وكتضيق، وبعض المرات تبقى ينقزوا في السماء واحد المسافه اللي عاليه وكيعاودوا يطيحوا على الارض. ومن بقيت كنشوف ليهم في وجههم صراحه من بعد داكشي اللي شفت الاخوان نحمد الله اللي باقي بعقلي. ملي كنت كنشوف ليهم في وجوهاتهم كاين اللي وجهه كيبقى طوال كيرجع طويل، والبعض منهم كانوا عينيهم كيوليو صغيورين كيدخلوا لهم في راسهم لداخل، وكاين واحد النوع واحد اخر العنق ديالهم رجع طويل. بقيت كنشوف في داك العالم بحال بقيت كنتهلوس وكنت غادي نحماق. اما الريحه ديال البخور رجعت خانزه وكتخنق لدرجه انني وليت كنشوف غير الضبابه قدام عيني. وفي ديك الساعه ربي ثبتني
وتفكرت الهضره ديال جداتي الله يرحمها، وكانت مسكينه ديما كتقول لي الا حصلتي شي مره في الخلا راه ما ينفعك غير كلام الله. جمعت داك الشجاعه اللي كانت عندي كامله، وبقيت تنقرا آية الكرسي غير في نفسي، بقيت تنقراها شويه بشويه شويه بشويه، ومن بعد شجعت وقريتها من جهد، وغير قلت الله لا اله الا هو الحي القيوم. دوك الناس اللي تما كاملين سكتوا ورجع الثقيل واحد الدرجه اللي كتخلع. ومن دورت عيني كنشوف فيهم كانوا كاملين كيشوفوا فيا وهما حاقدين، وكانوا كيغوتوا كاملين بلا صوت. وسبحان الله العظيم واخا كانوا كيبغيو يهجموا عليا كانت شي قوه كتمنعهم انهم يجيو لعندي. الشيباني مول المرسيدس اللي كان جالس شاف فيا ونعت لي على واحد الحجره ودار لي براسو هكا زعما هرب، وقلت له في خاطري اخيرا درتي شي حاجه مفيده. نطو كنضربها لك بواحد الجريه وبقيت غادي وتنقرا قران بالجهد. كنت غادي وكنسمع مورايا الغوات وكنسمع الصداع، وكنت كنسمع الصوت ديال الوالده والوالد هما اللي كانوا تيقلدوا الصوت ديال امي وبا، وكانوا تيقولوا لي اجي ولدي حامد، فين غادي يا حامد، راه غادي طيح، رجع يا حامد. انا ما تلفتش مورايا وما ديتهاش فيهم، قلت لهم قسما بالله واخا تقولوا ماشي غير حامد والله عندكم ما غادي نرجع، حيت كنت عارفهم انهم من الجن وكيلعبوا لي على دماغي. وبقيت هوت في داك الجبل كنجري بحال شي حماق، وكنت كنطيح وكنوض كنطيح وكنوض، وداك الحجر اللي كان ماضي جرحني في يدي وجرحت في رجلي، ولكن ما كنت حاسس بحتى شي حاجه. ما كتكون خايف من الموت تقدر دير اي حاجه وما تعش براسك. بقيت هابط كنجري وانا كنتعثر في واحد الحجره، طاحت وبقيت كنتكركب في داك الجبل حتى كنحس براسي ضربت شي حاجه اللي قاصحه. نط وانا مدوخ كنشوف قدامي ولقيتها الحمد لله كانت الرويضه ديال الطوموبيل ديالي. ركبت في البيكوب وسديت عليا، وكنت كنترعد بالخلعه لدرجه ما كنتش قادر حتى نشد الكونطاك بيدي. ومن شفت المرايه ديال الجنب بانوا لي بزاف ديال الخيالات بويض وكانوا واقفين مورايا في الشانطي. انا غمضت عيني وما ديتهاش بداك الشيء، ديماريت الطوموبيل وحمدتك يا ربي وشكرتك. من دورت الكونطاك الطوموبيل خدمت من الدقه الاولى بحال عمرها ما كانت طايحه اومبان، وبحال ما عمر الموتور ما كان سخون. صدمت على الكسيراتور وما بقيتش كنشوف مورايا، بقيت غير غادي وعاطيها اللي في قلبها، وبقيت غادي وما وقفت حتى وصلت لواحد المركز ديال الجندارم. دخلت عندهم وانا داير بحال الكلب، وجهي مجروح وحالتي حاله ومكرفص، ودوك الجندارم اللي تما بقاو كيشوفوا فيا واستغربوا الحاله ديالي. شافني واحد لاجودان شاف كان تما، جا عندي وسولني قول لي يا ولدي واش انت كنتي في الجبل ديال السدره؟ شفت فيه وانا مستغرب وكيفاش عرف هذا الشيء، وقلت له كنت تما وراني خرجت غير بزاف الروح ديالي كانت غتخرج في ذاك الجبل. شاف فيا وقال لي حمد الله وشكر انك ولدي خرجتي سالم من تما، وانت راك باينه مرضي والديك، حيت راه بزاف ديال الناس خسافاو تما، وفاش كنمشيو كنلقاو الطوموبيلات ديالهم مقلوبين، اما ماليهم راه كيغبر ليهم الاثار. صافي مشيت في حال الاخوان وكملت حياتي عادي. ومن ديك الليله تبدلت النظره ديالي للحياه. اول حاجه ما بقاش نخدم بالليل، ثاني حاجه ما بقيتش كنمشي من الطريق المختصره، واخا تكون الطريق طويله كنمشي معاها ومستحيل ندخل نمشي طريق مختصره. والحاجه الثالثه ما بقيتش كنستهزأ بالهضره ديال الناس الكبار، حيت كيف ما كيقولوا اللي فاتك بليله راه فاتك بحيله. واخا عارفكم دابا غادي تضحكوا عليا وغادي تقولوا لي علاش بعتي البيكوب وشنو دخل على هذا الشيء. صراحه غادي نقول لكم السبب تقدروا تضحكوا عليا. المهم الاخوان فيما كنت نقرب من البيكوب كنسمع الدجاج كيقاقي فيها واخا خاويه، وبزاف ديال صحابي شدوا فيا وبقاو كيضحكوا عليا وقالوا لي حيت انت مده طويله وانت خدام في الدجاج راه ولا في المخ ديالك لداخل كتسمعوا كيقاقي واخا هو ما كاينش. المهم الاخوان بعت البيكوب وخديت واحد الهوندا جديده وخدام بها دابا الحمد لله بخير وعلى خير، ووليت فيما كنطلع ليها ديما كنقرا الاذكار ديالي وديما طارق فيها القران. ومن ديك الحديثه عرفت وتاكدت بلي مالي المكان راهم بصح كاينين، وباللي حنا كاملين رحنا غير ضيوف عابرين في ملك الله سبحانه وتعالى. حتى لهنا كتسالي الاحداث ديالنا. ولا كيعجبكم هذا النوع ديال الرعب كنصحكم انكم تشوفوا هذه القصه اللي كتبان قدامكم، وانا متاكد انها غادي يعجبكم بزاف ان شاء الله. القصه ديالنا سالات لكن الرعب باقي ما سالا. وكيف العاده ما سخيتش بيكم وتهلاو في راسكم وما تجدروا واحد لايك بعدا هي الاولى. وبسلام عليكم ونتلاقاو في قصه جايه ان شاء الله. بسلام عليكم.